انا عايز اعرف اشمعنى المستعمل ما بينزلش. اقول لك انا، بص يا سيدي، هو نزل على فكره وبينزل، ولكن بطيء بطيء قوي في نزوله. ليه؟ لان احنا عندنا في مصر العربيه سلع ادخاريه، انا شايل فلوسي فيها. كل واحد معاه عربيه تلاقيه متابع السوق، يقول لك فاكر لما كانت العربيات بتعلى كل شويه يقول لك ده انا عربيتي بقت بكذا، ده انا عربيتي بقت عامله 400، دي بقت عامله 500، دي بقى ليه؟ لان هو فاكر انه شايل فلوسه في العربيه بيهلكها ويركبها بس انا شايل فلوسي فيها، لما اجي ابيع هي هتعمل كذا. فاكرين الايام اللي هي النيسان الصني وصلت فيها مليون و200 بالاوفر برايس، الايام اللي يعني ما يعلم بيها الا ربنا، دي ان شاء الله ما ترجعش تاني. ساعتها المستعمل غالي قوي، مش راضي ينزل دلوقتي. ليه؟ لان هو الراجل اللي كانت عربيته اللانسر عملت 400 و500 الف في المستعمل، كانت وقتها تعمل كذا، النهارده استحاله تعمل كده. ولكن هو مش متقبل النزول ده. هيتقبله امتى؟ لما يجي يعرضها ب 400 و500 ويلاقيها ما اتباعتش. ده هنا بقى يبقى في حاجه، ويلاقيها ان هي الاعلان بتاعه موجود ولكن العربيه ما اتباعتش. فاحنا دورنا ايه لحد ما المستعمل يظبط سعره؟ ان احنا محدش يشتري مستعمل بسعر مبالغ فيه. هو الخسران، هو اللي هيبقى، هو اللي هيخسر الفلوس دي، هو اللي هيحاسب على المشاريب زي ما بيقولوا. فسيبوا المستعمل المبالغ فيه تحديدا لحد ما يصحح سعره زي ما الجديد بيصحح دلوقتي.